الفنان الراحل أحمد زكي أحد العباقرة العظام، مبدع من كوكب آخر غير كوكبنا. أعطى الفن المصري والعربي نجم الإبداع الأول في الأداء والموهبة. أحمد زكي ما كانش بيمثل، كان بيدخل في أعماق الشخصية وبيعيشها، وبنشوفها منه واقع. طفولة كلها معاناة، عاش يتيم وحيد أو وحيد يتيم. أحمد زكي فنان أسطوري. يلا ندخل ونشوف فلسفة أحمد زكي في ظروفه وفي يتمه. أحمد زكي فقد والده وهو عنده سنة، وبعدها بسنة أو سنتين، وكان عندهم في الفلاحين وأهل الأرياف البنت ما ينفعش تقعد عزبة. أمه كانت لسه صغيرة وأهلها جوزوها، فبذلك فقد أحمد زكي أمه لأنه معاش معاها الحاجة رتيبة، وبكده فقد أحمد زكي الأب والأم اللي بيعملوا نوع من أنواع الواحد بيلاقي نفسه أو الحب بعد فقدان الأم والأب بيبقى رمادي. والأسوأ نوع من أنواع الحب لما يبقى الحب صافي، زي الحب بالظبط لما تلاقي حد بيقولك بس يا ولد، أو مبروك يا حبيبي، أو إنك تفقد الاتنين، وإنت بترفض الحب الرمادي وبتنتقل إلى نفسك وبتصاحب نفسك، أو بتصاحب آلامك، أو بتصاحب فرحك، لأنك بترفض هذا الحب الرمادي اللي هو نوع من أنواع الشفقة أو نوع من أنواع العطف، وبتعرف وقتها إنك يتيم. ومن هنا بتيجي الكسرة، يعني بتخلي الواحد يبدأ يتفرج على نفسه، لأنه عاوز يعبر عن أشياء ومش عارف، أو مش عاوز يتعب الناس اللي قدامه، عاوز يبقى بالنسبة ليهم مش تقيل عليهم، وبيحرم نفسه من الشكوى عشان ما يقابلش رد فعل اللي بيرفضه، اللي هو نوع من أنواع العطف والشفقة. ولو الواحد يصاحب نفسه تبقى حاجة حلوة يعني، وخصوصا ان الواحد لما يحس انه بقى لوحده عاوز يبقى له وجود، وعاوز يبقى متميز، يعني يبقى حاجة، وهتبقى مسؤول عن نفسك، ولازم تبقى كويس في الدراسة، ولازم كمان تبقى محبوب من الناس عشان تكسر الحتة دي. فانا عند الواحد بيحاول يبقى كويس. افتكر نفسي زمان وانا صغير عاوز اذاكر كويس عشان ابقى في نظر اهلي واصدقائي متميز، عشان هم يحبوني يعني. لقيت نفسي بحب الفن وانا صغير، دخلت مدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية، وده ما كانش حلمي. انا دخلت عشان كنت ابتديت امثل في المرحلة الاعدادية، وكان المعهد العالي للفنون المسرحية بيطلب الثانوية العامة او ما يعادلها، واخدت ورقي ونزلت على القاهرة وانا مش عارف فيها شارعين، ورحت داخل المعهد. كان بيعملوا امتحانات وبعدين تصفيات، وابتديت اجاوب على اسئلة كتير جدا، وابتديت اعرف ان انا نجحت من اول امتحان. وخالي كان بيسأل الاستاذ نبيل الألفي، ما ردش عليه، وقال له في ولد ميكانيكي اسود جايب مجموع، وانا كنت سامع الذم في قالب مدح، بس هو بيوصفها كده يعني النتيجة طلعت وطلعت الأول وذهلت. وده كان كلام أحمد زكي عن طفولته ومعاناته في الطفولة من اليتم، يتم الأم وهي عايشة، ويتم الأب. وده اللي خلاه يرفض إنه يشوف الحاجة رتيبة في آخر أيامه لما جات له المستشفى. الحاجة رتيبة والدة أحمد زكي اللي كانت أول مرة يشوفها وهو عنده 7 سنوات. ومن هنا نبدأ نحكي عن أحمد زكي الممثل العبقري الأسطورة. أحمد زكي أسطورة السينما المصرية، ممثل مصري حصل على العديد من الألقاب زي الإمبراطور، النمر الأسود، شخص عفوي وبسيط، يمكن ده اللي وصله لقلوب الناس بسرعة. ولد في 18 نوفمبر 1949 في مدينة الزقازيق في مصر، والاسم ولقبه أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي. توفى والده وهو عنده سنة، وتزوجت الوالدة، وحصل على دبلوم الصنايع، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج سنة 1973، وكان الأول على الدفعة بدرجة امتياز، وحصل على شهادة البكالوريوس قسم تمثيل وإخراج بتقدير امتياز. وكان أول أعماله المسرحية
حمادة ومها سنة 1967، وبعدها مسرحية هلو شلبي مع الممثل الراحل سعيد صالح وعبد المنعم مدبولي ومحمد صبحي، وده كان سنة 1969. كما شارك في فيلم ولدي مع الممثل الكبير فريد شوقي سنة 1972، وبعد ذلك ب3 سنوات تم ترشيحه لبطولة فيلم الكرنك، ولكن المنتج رفض لبشرة أحمد زكي السمراء، مما جعله يخش في دور اكتئاب، لأن المخرج اختار نور الشريف ليعمل بدور البطولة، وبضياع هذه الفرصة منه الكبيرة وحاول الانتحار. وبعد فترة وأمام إصراره وعزيمته الفنانة الراحلة سعاد حسني رشحته للبطولة في فيلم شفيقة ومتولي، وظهر الثنائي أحمد زكي وسعاد حسني في أعمال كتيرة زي موعد على العشاء والراعي والنساء ومسلسل هو وهي، ربطت بينهم صداقة متينة وطالتها بعض الشائعات، ولم يعترف أحمد زكي بهذه الشائعات لأنه ساعتها كان متجوز من الفنانة الراحلة هالة فؤاد الذي أنجب منها ابنه الوحيد هيثم. وبعد وفاة السندريلا اعتكف أحمد زكي في حجرته لمدة 10 أيام متواصلة، وكتب لها ينعيها: استريحي الآن واهدئي يا من لا تعرفي الراحة من قبل، لك الرحمة وكل الحب يا من جعلت الناس أكثر جمالا. الموهبة تغلبت على الشكل، زي أحمد زكي، زي محمد منير، أسطورة. أحمد زكي لن يتكرر، زي الفنان منير برضو. نجح في تقمص الشخصيات، وذلك من خلال تقليده لبعض الفنانين زي محمود المليجي وغيره، ومن خلال مسلسل الأيام الذي نجح نجاحا كبيرا، كان بيجسد شخصية طه حسين وشخصية الزعيم جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56 سنة 1996، وشخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم أيام السادات. قدم العديد والعديد من الأفلام الهامة زي أبناء الصمت واسكندرية ليه مع يوسف شاهين، والراقصة والطبال مع نبيل عبيد، والبيه البواب. في أول الأمر عرض الفيلم البيه البواب على الزعيم عادل إمام، ولكنه طلب بإجراء عدة تعديلات على الشخصية، وده كانت منافسة بينه قوية وبين عادل إمام بسبب فيلم البيه البواب. ولأن أحمد زكي كان يملك صوت جميل ومعبر، قدم خلال مشواره الفني 12 أغنية. حصل أحمد زكي على جائزة من مهرجان اسكندرية عن فيلم امرأة واحدة لا تكفي، وفيلم كابوريا مهرجان القاهرة السينمائي. وتزوج مرة واحدة من الفنانة هالة فؤاد بنت المخرج الراحل أحمد فؤاد، الذي التقى بها في مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، ونشأت بينهم علاقة صداقة تحولت إلى حب ثم زواج، وأنجبوا ابنهم الوحيد هيثم. وتم الانفصال بعد عامين من الزواج، لأن هو كان عصبي وعنيد، وهي كانت برضه بنفس الأخلاق، وكان أحمد زكي شرقاوي بأخلاق أو بمخ صعيدي. وكان سبب الطلاق ان هو طلب منها الاعتزال الفن وان هي تشتغل مذيعة، ولكنها هي رفضت رفضا باتا، وكمان تدخل ابوها المخرج احمد فؤاد في حياتهم دائما. بيسألوه امتى هتفكر ان انت ترجع الفنانة هالة فؤاد لعصمتك، وده كان سؤال من الماكير محمد عشوب، فقال له لما ابوها احمد فؤاد يموت. عاش طول عمره في احدى الفنادق، عشان كان الفنادق علشان هو كان وحيد. وعند سماعه خبر وفاة هالة فؤاد لطم على وشه وصرخ، وكان بيحاول الانتحار. هي حبه الوحيد، ولكن كان ليه علاقات يعني حب او ما يعني كان ولكنها لم تنتهي ابدا بالزواج. وصداقة مع نجلاء فتحي ووردة الجزائرية عرض عليها الجواز، ووقع في حب إيمان التوخي وقعد يجري وراها سنة، ده اللي احنا سمعناه. والممثلة السورية رغدة، وطلب منها الزواج وهو على فراش الموت. قيل إن في أيامه الأخيرة أصيب بالعمى، وسنة يوم 27 مارس 2002
توفى إلى رحمة الله أحمد زكي بسبب سرطان الرئة. وكانت تلك الفترة كان بيصور فيها فيلم حليم الذي أكمله ابنه هيثم. الجدير بالذكر إن حضر أحد أفلامه روبرتو دونيرو، حضر فيلمه في روسيا، فيلم لأحمد زكي بالصدفة، وقابله بحضور عماد الدين أديب، وخبط على قلبه وقال له لازم تعرف إنك أنت فنان مبدع. ودي كانت شهادة روبرتو دونيرو في أحمد زكي. وعشق الناس لأحمد زكي اللي ظهر في جنازته، المئات من الناس شالوا العربية اللي كان فيها نعشه لما خرج من جامع مصطفى محمود بالمهندسين، وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله أحمد زكي حبيب الله. اللهم تقبل الفنان الكبير أحمد زكي وزوجته وابنه القبول الحسن. لا تنسوا قراءة الفاتحة على روحهم جميعا، وربنا يتقبلهم من الشهداء جميعا.